مساء الخير، يوم جديد وحلقة جديدة من صحتك بالدنيا، ومع حضراتكم لمدة ساعة على الهواء ولحد 9:11 موضوع طبي جديد. وحلقتنا النهاردة هي حلقة خاصة بالأطفال، لأنه هنتكلم فيها عن بما انه يعني احنا في موسم المدارس، وبما انه الشتاء خلاص رسميا على الابواب، وبما انه خلال فصل الشتاء ده دايما الاولاد بيبقوا عيانين، دايما الاولاد بيرجعوا من المدرسة بأدوار برد، انفلونزا، ممكن يحصل فيه أنواع كتير من العدوى البكتيرية أو الفيروسية، فبالتالي البيت بيبقى يعني في حالة خاصة جدا. الأمهات خايفة على الولاد لأنه زي ما احنا قلنا في اختلاط، فبالتالي في انتقال للأمراض المعدية. هنتكلم النهاردة عن الأمراض المعدية، هنعرف ايه هي، ازاي بيتم تصنيفها البكتيرية وفيروسية، وازاي نتعامل معاها، وايه اعراضها، عشان الام كده اول ما تبتدي تلقط عرض 2 تبقى منتبهة على طول انه الطفل بيعاني من الحالة دي وتتجه للعلاج. هنتكلم في حاجات كتير جدا كمان تخص تقوية المناعة خلال فصل الشتاء، وازاي الولاد كمان لو عايزين يركزوا اكتر، او لو عايزين نعمل لهم او نمشيهم على نظام غذائي صحي عشان التركيز، وعشان يعني تحميهم بشكل خاص وتحمي مناعتهم او تقوي مناعتهم عشان تواجه كتير من الامراض اللي ممكن يبقوا معرضين ليها خلال فصل الشتاء. هنعرف وهنتكلم في الموضوع ده مع ضيفنا الاستاذ الدكتور محمود زهران، استاذ طب الاطفال وحديثي الولاده جامعه الازهر. وفاصل سريع ونرجع على طول نبدا مع حضراتكم الحلقه، خليكم معانا. معظمنا في البيوت المصرية يعني مع دخول المدارس بنبتدي في البيت نعلن حالة طوارئ. حالة طوارئ مش بس عشان المذاكرة، ومش بس عشان الأولاد حياتهم هتبتدي تختلف وتتغير، مواعيد نومهم بتختلف وتتغير، يعني بيبقى في حالة طوارئ عشان خاطر المذاكرة، ولكن كمان بيبقى في حالة طوارئ في البيوت المصرية عشان خاطر الأمراض المعدية. طبيعة الحال مدارس وشتاء داخل مع المدارس، فبالتالي الولاد بيبقوا معرضين للإصابة بكتير من الأمراض المعدية خلال الفترة دي بشكل خاص. هنتكلم في الحلقة دي عن الأمراض المعدية، ايه هي الأمراض المعدية، ازاي بيتم الإصابة بيها، ايه أعراضها، ازاي نقدر نشخصها، ازاي الأم تلقط كده ان ابنها يعني بيمر بدور معين، لازم ان هي تروح للدكتور وتتعامل معاه وتعالجه. لانه كتير مننا بعد ما بيبقى عنده خبرة في طفل يعني اول وطفل تاني، متهيألي ان كتير من الامهات بتستسهل قصة ان انا عارفة الدور ده ايه، انا هديله الدواء الفلاني هيخف على طول 2 3، انا هي دي خبرتي بتقولي كده. ولكن في بعض الاحيان الموضوع ده ما بيبقاش يعني ما بينفعش ابدا. ايه الامراض المعديه، ازاي نتعامل معاها، ازاي نقوي او نتعامل مع مناعه اولادنا صح، ازاي ناكلهم بشكل يعني صحي عشان نحارب او مناعتهم تقدر تتصدى لكتير من الامراض المعديه خلال فصل الشتاء. اسئله كتير قوي الحقيقه بتدور في اذهان كل العائلات او الاسر المصريه في الوقت ده بالذات. هنجاوبها مع ضيفنا المنورنا استاذ دكتور محمود زهران، استاذ طب الاطفال وحديثي الولاده بكليه طب جامعه الازهر. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. نورنا. الله يكرمك. دكتور، الحلقه في وقتها زي ما بيقولوا يعني دي حقيقة لأن ده الموسم بتاع الأمراض المعدية. الموسم صحيح. طيب خلينا نتكلم كده ويعني ونشرح أو نستعرض بشكل مبسط إيه هي طبيعة الأمراض المعدية. ومتهيألي كلمة معدية دي جاية نتيجة انتقال المرض من طفل لآخر عن طريق العدوى. نعم مظبوط؟ نعم. معدية معناها إن في مريض بينتقل المرض منه إلى طفل آخر بوسيلة ما. الحقيقة ان ليه احنا بنقول الشتاء موسم يعني لانتشار الامراض المعدية او الكثير منها، لان في الصيف خاصة في الاطفال بيبقى قاعدة في البيت او ما فيش يعني اختلاط كتير بشكل كبير. صحيح.
فبالتالي يعني ايه كل واحد عنده مرض ايا كان بيبقى ايه يعني كأنه معزول، الا في محيطه العائلي الصغير او الاكبر شويه اللي هو ايه مثلا نادي كده، يبقى دي إيه ده كميه اطفال صغيره. لكن بعد كده دخلت المدارس، هي دي بقى الايه المدارس والحضانات والكلام ده، اختلاط موسم واسع، الاجتماع. الاطفال قاعده جنب موسم بعض، الاجتماع اطفال الباص كتير مزدحم وايوه، بالولاد. فبالتالي اي حد عنده مرض سهل قوي 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 ان هو ينقله لطفل اخر. فرصه للعدوى يعني يا طبعا دكتور، طبعا طبعا فرصه طبعا. كويسه للعدوى. طيب. وهي دي مشاكلنا، وهي دي مشاكلنا يعني، خاصة في الأطفال، يعني تبقى أوضح ما يكون في الأطفال الصغيرين اللي لسه أول مرة يروحوا الحضانة. كل يوم يرجعوا مدرسة عيانين. كل يوم. ليه؟ لأن الطفل اللي لسه قبل ما يروح الحضانة هو متربي في بيت عنده أب وأم وأخ أو أخت، يعني كمية الميكروبات اللي يعرفها هي اللي لها علاقة بالعائلة بتاعته. خرج من بره بيته، راح الحضانة، ابتدى يشوف بقى إيه أشخاص تانيين ومسات وأطفال تانيين، فابتدى يتعرف على ميكروبات كتيرة جدا ما كانش يعرفها. فهيحصل ان الطفل ده هيلقط عدوى مرة ورا التانية ورا التالتة لحد ما يبتدي يبني مناعته. طيب دكتور، الكلام ده هيخليني اسأل سؤال، قلت فرصة يعني اسأل السؤال ده عن كلام شائع جدا ما بيننا، واحنا يمكن يعني وارثينه عن جداتنا وامهاتنا، خاص بانه ما تقفلش على الولد قوي، يعني هو صغير في اول سنتين ثلاثة في عمره، ما تقفلش عليه قوي وخليه يتعرض لحاجات كتير، لانه ده بيقوي او بيساعده في انه يتعرف على الانواع المختلفة من البكتيريا والفيروسات، فبالتالي مناعته بتقوى، فلما يدخل المدرسة والحضانة يبقى عنده مناعة افضل بكتير. الكلام ده صح ولا الكلام ده غير علمي، هي بس معلومات موروثة بتتقال لنا وهي مش حقيقية؟ لا الحقيقة الكلام ده فيه جزء كبير من الصحة، لان الطفل اللي هو عايش في بيئة منغلقة تماما، كل شيء محسوب، تعرفه للميكروبات قليل، يعني هو مش عارف من الميكروبات حاجات كتير، فبالتالي مع اول يعني مصادفة لبعض الميكروبات جسمه ما عندوش منها مناعة ولا عنده خبرة بيها، فيبتدي يمرض مرة ورا التانية ورا التالتة. بس ده برضو مش دعوة للعكس ان احنا يعني ايه نتهاون في موضوع النظافة او في موضوع الاكل النظيف او لا خالص. اكيد طبعا بحدود يعني. طبعا يعني ان اقول ان يعني الهدف ان احنا نعمل حاجة صح، ولكن ما نقفلش قوي على الطفل. يعني في ناس اصل برضو اهالي وامهات بيخافوا على اولادهم بشكل مبالغ فيه. أيوة. يعني حقيقي انا اوقات بقعد مع ناس ببقى اللي هو طول الوقت هي عايزه تعقمه، طول الوقت عايزه تقعده في بيئه معقمه تماما، مش عايزاه يلمس حاجه، مش عايزاه يتعرف على الاشياء، فبالتالي الطفل ده انا متهيألي يعني. هو الحقيقه ان احنا بنشوف النوعيات دي من الامهات وبنحاول ان احنا نفهمهم. يعني في امهات مثلا في فتره تسنين الطفل بيبقوا يعني خايفين. طبعا الطفل اللي بيسنن ده بيبقى عنده السنان لسه بتطلع، فبيبقى عايز يمسك اي حاجه يحطها في بقه، فالام خايفه قاعده مرعوبه، لا يمسك مش عارف ايه، لا يمسك مش عارف ايه. فبنقول لها ان الطفل يمسك حاجه او يحطها في بقه في الفتره دي احد علامات التطور في هذه الفتره. بالظبط، تعرف على الاشياء كمان. ما تخافيش، يعني حتى لو حصل نزله معويه بسيطه مش عارف ايه، ما تخافيش، يعني دي مش نهايه العالم، بالعكس ده كل حاجه، كل مرض بياخده او كل حاجه بياخدها بتحسن مناعته بالتدريج. ولمسه للاشياء ده يا دكتور متهيألي ان هو بيخليه يتعرف على العالم. ايوه طبعا، هو بيتعرف على العالم من خلال اللمس. طبعا فبالتالي انت كده بتحجميه. الحقيقه برضو ان احنا برضو بنحاول نفهمهم ان كمان الدنيا اتطورت. يعني انت خايفه على ابنك، في بقى ايه مثلا اللي هتدخل ابنها حضانه، طب احنا ايه اشهر الامراض اللي بتحصل في البدايات اول ما الطفل بيخش في المدارس؟ الامراض الفيروسيه، البرد واشباهه، الانفلونزا واشباهها، طبعا الكورونا ولسه ما راحتش من عندنا خالص، لا زالت موجوده بمتحوراتها المختلفه، وبعض الامراض الفيروسيه المشهوره جدا جدا واللي الناس بيترعبوا بس من مجرد اسمها، زي الجدير المائي، وزي المرض اللي يعني كان بيحصل له احيانا بيكس يطلع وينزل، اللي هو اسمه مرض اليد والقدم والفم او الهاند فوت اند ماوث سندروم. دي الامهات عندهم فوبيا من هذا الامر، لان الميديا عامله عليها ستريس جامد، واخد بالها. طيب دكتور، احنا لما هنيجي نقسم الامراض المعديه اللي ممكن اولادنا يتعرضوا ليها خلال فصل الشتاء، هنقسمها لامراض فيروسيه وبكتيريه، تمام؟
حضرتك تحب نبدا الاول نتكلم على الفيروسات؟ طبعا لانها الاشهر الأشهر. طبعا. صحيح. طبعا واللي واخده الابر هاند في التفكير يعني. طيب ايه هي الامراض الفيروسيه؟ مرض بينتقل بسبب فيروس يعني. اولا بيتسبب بفيروس. هنقول مثلا اشهر مرض على الاطلاق كلنا عشنا فيه الايام اللي فاتت زي كورونا. ده فيروس بيجي لمريض ثم بينتقل عن طريق مثلا الرذاذ او عن طريق اللمس الاشياء اللي في عليها الرذاذ. نفس الشيء الانفلونزا طبعا من اشهر الامراض الموسميه اللي بتيجي للاطفال وبتيجي للكبار حتى في بدايات الشتاء. بس يعني ايه عايز اقول ايه، ان في حاجات العلم تطور وعمل لها تطعيمات. يعني مثلا الانفلونزا الموسميه كل سنه فيروس الانفلونزا ده بيغير وشه، بيغير طريقته في مهاجمه الجسم. فبيعزلوا هذا الفيروس من الاماكن وبعد كده بيطلعوا له تطعيم. فكل سنه في بدايه الشتاء بينزل تطعيم اسمه تطعيم الانفلونزا الموسميه. هل هو يؤخذ لكل الناس؟ الحقيقه انه لا يؤخذ لكل الناس. يؤخذ للناس اللي الدور البرد هيفرق معاهم. يعني واحد عنده حساسيه صدر اول ما بيلقط دور برد بنقعد بقى نديله بخاخات وبنقعد نديله موسعات شعب وبنديله مش عارف كورتيزون. لا، ده دور البرد الواحد يفرق معاه. طفل لسه داخل الحضانه طبعا ياخد. ليه؟ لانه ما يعرفش لسه الميكروبات. لكن طفل صحيح ومعافى وبيت كويس وما فيهوش مشكله مش من اولوياتنا ان احنا نديله تطعيم الانفلونزا. طب معلش يا دكتور، انا عايزه اقف شويه عند النقطه دي واتكلم عن تطعيم الانفلونزا بشكل خاص، لان هو ده الموسم بتاعه او الناس بتبدا تاخده من شهر 9 لشهر 12 او اخر 12 لاخر 12 تقريبا. فالناس بتتساءل وبقى عندها مؤخرا اسئله كتير قوي فيما يخص هذا التطعيم بشكل خاص. طبعا احنا لما مرينا في السنين اللي فاتت بجائحه كورونا واخدنا التطعيمات، وبعد التطعيمات كان في كلام كتير جدا طلع عليها، وحتى شركات الادويه مش عايزين نذكر اسمها طلعت تقارير بتقول ايوه انه هي ليها كمان اثار جانبيه بانت مع الوقت. الناس ما بقاش عندها ثقة قوية قوي فيما يخص تطعيمات الانفلونزا. صراحة انا بتكلم حضرتك الكلام اللي انا بسمعه في الشارع في وسط الناس، لانه كمان الناس محتاجة حد يجاوبها على القصة دي. قريب جدا يعني كنا بنتكلم مع ناس قاعدين وبنتكلم انه لا لازم بقى نبتدي ناخد تطعيم الانفلونزا، ده بيفرق قوي، ده بيخلي الادوار تيجي اقل حدة. وبعدين حد قال لا انا مش هاخد تطعيم تاني، انا مش هاخد تطعيمات تاني لان انا خايف من الاثار الجانبيه للتطعيمات دي. ايه راي حضرتك؟ اقول لحضرتك حاجه. الحقيقه ان مفيش حاجه بتدخل جسم البني ادم الا لما بيكون لها اثر جانبي بشكل او باخر. حتى دواء البرد، حتى خافض الحراره، امن خوافض الحراره زي الباراسيتامول، او لو فتحتي البامفلت بتاعته مش هتاخديه. يعني لو فتحتي الروشته اللي جوه وقريتي الاثار الجانبيه مش تحذيرات. الحقيقه يعني دايما الواحد يعني بياخد الدواء بيبقى عارف ان هو مستهدف ان هو هيتحسن بهذا الدواء او هيتحسن بهذا التطعيم. الاثار الجانبيه فكرتها بقى ايه؟ فكرتها في انها اي اثر جانبي هم دلوقتي حاطين في هذا التطعيم فتره تجربه او حاطين هذا الدواء في فتره تجربه. اي شيء حصل في فتره التجربه بيسجلوه. لكن نسبه حدوثه قد ايه؟ يعني هي نفس فكره ان انا ما انزلش الشارع احسن عربيه تخبطني. تمام، هو وارد جدا لما انزل الشارع عربيه تخبطني، لكن نسبتها قد ايه؟ وهل ممكن احرص ان العربيه تخبطني ولا لا؟ طبعا وارد اروح طول عمري الشغل وما فيش عربيه ولا حاجه تخبط. هل بقى هذا الخوف يمنعني ان انا انزل واروح شغلي كل يوم؟ لا طبعا. صحيح. ولا يمنعني ان اخد تطعيم. لان التطعيمات اللي بيسموها الفايده منها يعني لا من اعلى ما يكون. وانقذت شعوب كامله يعني، وبعض الامراض اختفت تماما. يعني زي مثلا شلل الاطفال، هي انقذت اجيال تمام. كامله من الاصابه بشلل الاطفال. كان كابوس. حتى شلل الاطفال له اثر جانبي، بس احنا يعني الفايده منه اعم بكتير جدا من ان يحصل اثر جانبي. ونسبته قد ايه؟ يعني دي كل الفكره. حضرتك بتقصد بنقيس وقتها الفوائد الى طبعًا. جانب المضار. طبعا. ونسبه فبالتالي الكفه اللي بتنجح طبعا هنروح فائده، ده دايما فائده. طبعا. طيب انا انبسطت قوي من كلام حضرتك، لانه حضرتك قلت
محدش هياخد التطعيم ده الا الناس اللي هي فعلا حقيقي محتاجاه واللي هتتاثر بادوار البرد، زي الناس اللي عندها حساسيه صدريه مثلا، اللي عندهم حساسيه انف، اللي عندهم امراض مناعيه، اللي بياخدوا كورتيزونات، اللي عندهم سرطانات لا قدر الله وعندهم امراض خبيثه، دول كلهم مناعتهم ضعيفه جدا جدا جدا، دور البرد الواحد بيفرق معاهم. فهم دول لازم يبقى عشان عندهم كده حرص. دول احنا بنريكومند ان احنا لا دول لازم ياخدوا. انا عندي المرضى العياده يعني مثلا احيانا الامهات مثلا بيبقوا حريصين جدا على اطفالهم، اول ما الطفل يتم 6 شهور، وطبعا تطعيم الانفلونزا بيتاخد بدءا من عمر 6 شهور. اول ما الطفل يتم 6 شهور، دكتور محمود ادي له تطعيم انفلونزا، ولا يا ستي انت بتوديه حضانه، انت بتخرجيه بره البيت، انت لا ده هو قاعد معايا في البيت خلاص، ده ملوش لازمه المره دي. صحيح. هنصبر شويه. لكن الطفل بقى اللي هو دايما صدره تعبان، دايما عنده برد، دايما عنده مشاكل، لا بنقدر نحميه بتطعيم الانفلونزا وبحاجات اخرى زي بعض المكملات الغذائيه. هنتكلم عليها يا دكتور لما نيجي نتكلم على الجزء الخاص بالتغذيه. طب احنا معانا اول تليفون في الحلقه. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت بس عايز استاذ مصطفى. مصطفى محمد. اتفضل. لو سمحت عايز اسال بس الدكتور عن حساسيه اللبن، بتبدا من سن كام وممكن تنتهي بسن كام؟ وعايز اسال على التطعيمات الاضافيه برضه. تمام. اسئله ثانيه يا استاذ مصطفى؟ لا انا بس عايز اعرف التطعيمات الاضافيه فيها خطر ولا ما فيهاش خطر؟ تمام، بشكرك جدا دكتور. هو سأل سؤالين، سؤال عن حساسية الألبان. وحساسية الألبان في العادة بتحدث من دخول لبن غير بشري لمعدة الطفل. وانس ابتدى يخش اللبن البقري ايا كان بقى، اللي هو لبن العلب او لبن بقري بشكل او باخر، البروتين اللي فيه بروتين غريب، فاذا كان الجسم عنده قابلية لحدوث حساسية فبيحصل منه حساسية. يبقى تبتدي عند سن كام؟ تبتدي وقت ما تبتدي انت تدخل بروتين غريب على جسم الطفل يرضعه الطفل. يعني عشان كده احنا دايما بنريكومند الرضاعة الطبيعية. اللبن الام اللي فيه البروتين البشري اللي هو اقل في احداث اي مشاكل والاكثر منفعة والاكثر في المناعة للطفل. بس يا دكتور في اطفال بيرضعوا رضاعة طبيعية وبيبقوا معرضين للاصابة بحساسية الالبان كمان. حساسية الالبان اكتر من نوع، في منها حساسية بروتين الالبان، بروتينات، ودي اللي بتحصل مع الامراض مع الالبان البقرية والكلام ده. لكن في حساسية اسمها حساسية لاكتوز، ودي بقى في العادة مؤقتة ونسبتها مش كبيرة. فما بتقلقناش، لا مفيش احسن ولا اضمن ولا افضل من حليب الام باي شكل من الاخر. هو سأل سؤال تاني يخص التطعيمات اللي ممكن تبقى مكملة للتطعيمات الاساسية. التطعيمات الاضافية هي تطعيمات زي ما قلنا العلم بيتطور، ففي امراض كتيرة نزل لها تطعيمات. الجدول الوطني للتطعيم عندنا جدول وافي وممتاز جدا وحاطط تطعيمات كتيرة في الجدول الوطني، لكن في تطعيمات كتيرة خارج هذا الجدول بيسمى تطعيمات إضافية. بعض الدول وخاصة الغنية منها منزلة هذه التطعيمات الإضافية في الجدول الرئيسي للتطعيم أو الجدول الوطني للتطعيم بتاعهم. أهم تطعيمات إضافية في الأطفال الصغيرين هو تطعيم اسمه ضد مرض تطعيم الروتا، اللي هو ميكروب بيعمل نزلات معوية، ده بيتاخد بدءا من الشهر الثاني للطفل 2 و4 و6. تطعيم ضد المكورات الرئوية، برضه ميكروب بيعمل التهابات في الرئة. تطعيم ضد الجدير المائي اللي قلناه لأحد الأمراض المعدية المشهورة جدا. تطعيم ضد التهاب الكبدي ألف وهو أحد الأمراض الفيروسية المعدية المشهورة جدا. وتطعيم ضد الحمى الشوكية. ده التطعيمات الإضافية اللي بياخدها الطفل بدءا من عمر 2 شهر حتى عمر 2 سنين. طيب دكتور، هل في فرق ما بين دور برد ودور انفلونزا؟ لانه احنا كتير مننا عندنا خلط فيما يخص القصه دي. ازاي افرق ما بين ده؟ هو البرد برضه من اذر فيروسز، يعني الانفلونزا ده واحد من الفيروسز اللي بتعمل ادوار البرد، لكن في اذر فيروسز بتعمل ادوار البرد. الانفلونزا اشهرهم ليه؟ لان الانفلونزا اكثرهم احداثا للاعراض واحداثا للاثار الجانبيه للمرض نفسه. طيب ايه الاعراض الخاصه بالانفلونزا وايه الاعراض الخاصه بالبرد؟ وهل مع البرد ينفع ان انا درجه حرارتي تعلى ولا لا؟ على طول يعني مع البرد درجه حرارتي اي عدوى فيروسيه فيها حراره عاليه على طول، والاثنين شبه بعض، يعني البرد العادي والانفلونزا شبه بعض. لكن الانفلونزا ما بيختلفوش تماما في الاعراض. لا شبه بعض في بدايات تماما. وبعدين كل واحد ومناعته، يعني لو اللي بيجي له البرد ده او اللي بيجي له انفلونزا مناعته كويسه
ياخد الفتره بتاعه الفيروس ده يومين 3 4 على زي ما يكون، بحاجات بسيطه، خافض حراره ولا حاجات ان شاء الله طبيعيه حتى ومن غير ادويه هيخف. لكن اللي مناعتهم ضعيفه او لو كان الفيروس لود عالي، يعني واحد عطس مثلا من بعيد وخد فيروس قليله، فبالتالي مرضه هيبقى بالراحه وضعيف وممكن يعدي من غير مشاكل. لكن واحد خد الفيروس كله زي مثلا بعض الدكاتره لما بيركب تيوب للعيان بقه بيبقى في نفس العيان بياخد منه كل الفيروس. ودي بعض الدكاتره ماتت بالكورونا بسبب هذا، حاجه اسمها فيروس لود، يعني خد كميه فيروس كتيره في الاول. احنا الحقيقه ما كناش كناس عاديه ما كناش بنعرف يعني ايه ان هو الشخص ده واخد فيروس بلود عالي والشخص ده الفيروس واخده خفيف، لانه كان قاعد مثلا بعيد جدا عن الشخص اللي جنبه اللي عيان. بس عرفنا ده من خلال كورونا. الحقيقه لان ظهر ان في ناس بتتصاب بعدوى خفيفه وتعدي، وناس بتتصاب عدوى شديده جدا. ده من كميه تعرضهم للعدوى نفسها. دي احد اللي عايز اقول احد العوامل لشده المرض. يعني مش بس مناعه الطفل او مناعه البني ادم، لا كمان الفيروس له، هو خد كميه فيروس قد ايه وهو بيتعدي. طيب خلال فترة كورونا دي احنا كلنا متهيألي اتعلمنا درس مهم جدا خاص بانه مناعتنا دي كنز، يعني ربنا كده ادالنا كنز هو المناعة. والمناعة دي هي اللي بتفرق من شخص لشخص زي ما حضرتك قلت دلوقتي مع ادوار البرد والانفلونزا. يعني في شخص هيمر عليه يعني المرض او الدور الانفلونزا مرور الكرام باعراض بسيطة، وحد تاني هياخد المرض بكل اعراضه الثقيله. واللي بيفرق في ده مناعه الشخص ده من مناعه الشخص ده، مظبوط طبعا. فاحنا كأمهات بقينا مهتمين جدا بما يخص مناعه ولادنا. يعني مناعه الولاد دي من الحاجات المهمه جدا اللي بقينا مركزين فيها قوي. اولا ايه اللي بيضر مناعه الولاد؟ نقول الاول ايه اللي بيحسن المناعه، وبعد كده نقول ايه اللي بيضرها. اللي بيحسن المناعه كل حاجه ناتشورال. الله سبحانه وتعالى ما خلقش حاجه الا ليها هدف. وكل ما كنا يعني اكثر طبيعيه في التعامل مع الاطفال كل ما الدنيا بقت افضل. يعني مثلا الطفل اللي بياخد خضروات، الطفل اللي بياخد فاكهه، وهنا انا عايز انوه تماما على دور الفاكهه في المناعه. الفاكهه مليانه انتي اوكسيدنتس، مليانه حاجات بتحسن مناعه الطفل وبتمنع الامراض. والخضار، الحاجات الناتشورال كلها، الاكل الطبيعي اللي بيسمى في الاخر حطيه داخل باكج اسمه الهيلثي فود. ده من الحاجات اللي بتحسن المناعه جدا. التعرض للشمس، فيتامين دي الناتشورال. عشان كده احنا بنحاول حتى لما بنقول لا الطفل ده ما بيخرجش قوي نديله فيتامين دي اضافي عشان نحسن حاجات كتيره منها مناعته. واخد بال حضرتك؟ الجو النفسي الحلو الجميل، لان الاستريسز برضه بتقلل المناعه سواء على الاطفال او على الكبار. وهنا برضه احب انوه بحاجه، الامهات اللي هي اولادها في مدارس وقاعدين على طول عمالين يحطوهم في ستريس، هم الامهات محطوطين في ستريس وحاطين الاطفال في ستريس كبير جدا. دي من الحاجات اللي بتقلل المناعه. النوم الهادي الجميل في وقت محدد، الطفل ينام نوم كافي، ما يسهرش الى وقت متاخر وبعد كده يصحى بدري ينزل يتشقلب يجري على المدرسه ويرجع وراه درس ولا وراه كذا. كل ده حاجات بتاثر على المناعه. يبقى كل ما عدنا للطبيعه وكل ما كنا بنتعامل بشكل ناتشورال كل ما كان المناعه بتاعت البني ادم ده اتحسنت. الحاجه الثانيه مفيدات المناعه الاخرى، ان انا ادي الطفل التطعيمات اللي احنا اتكلمنا عنها، سواء الاساسيه اللي هي وزاره الصحه حطها في الجدول الوطني للتطعيم، وهنا اشيد دور وزاره الصحه في هذا الامر، او الاضافيه اللي كل شويه العلم بيطلع حاجات جديده مجربه ومظبوطه. يعني انا مش هناخد تطعيم، احنا دايما عندنا قاعده في مصر، احنا ما بناخدش تطعيم ما بيتاخدش في بلده. يعني لازم التطعيم طلع بتاع مرض معين يكون داخل في جدول التطعيمات بتاع بلده. هنا ابتدي اديه لاولادي، واحنا كده كاطباء دايما ما بنديش غير التطعيمات المجربه الموثوق منها تماما. وده مهم جدا طبعا. الحقيقه. ما انا مش هجيب حد يجرب في اولادي صحيح. او انا اجرب في اولادي، لا صحيح. مش هيحصل صحيح. فمش هاخد حاجه الا اذا كان اللي بينتجها او اللي بينتجوها موثوق فيهم، الشركات موثوقه فيها وبتتاخد في مكان الانتاج. صحيح. طيب مين يا جماعه معانا؟ الو. طيب تليفون آية معانا. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه.
طيب احنا قلنا للناس او للاهالي ايه الحاجات اللي ممكن تقوي مناعة الولاد، والحقيقة كتير من الحاجات دي احنا يعني ما بنعملهاش بصراحة يعني اكذب ما بنعملهاش فعلا. ما بنعملهاش بقى نتيجة انه رتم الحياة سريع، نتيجة ان احنا كمان كاهالي مضغوطين، فبالتالي بنضغط على اولادنا لا ذاكر، فممكن نزعق ونشد جو البيت. فحضرتك قلت ان التوتر العصبي والنفسي طبعا دي من الحاجات اللي بتبوظ جدا مناعة الولاد. طبعا. احنا غصب عننا في موسم المدارس، موسم امتحانات ومذاكرة، احنا بنضغط والبيت بيبقى كله مشدود ومضغوط، فبالتالي ده ممكن يأثر على ولاد. في حدود، في حدود في طبعا حدود. لازم يعني ده لازم يحصل. لازم يعني، واللي كنترولنج القصه دي كلها الاباء والامهات. يعني احنا لازم نبقى فاهمين ان احنا في حدود، بدون ما نخلق جو توتر، بدون ما نخلق جو من الصعوبات النفسيه اللي تعمل لنا مشاكل فيما بعد. تعرف يا دكتور، هو اصلا حتى الطفل لو احنا ضغطنا عليه بالطريقه دي هو حتى يفقد تركيزه من الخوف. دي حقيقه. يعني دي مش حاجه لا لمصلحتنا ولا لمصلحته ابدا. لدرجه ان في حاجه اسمها امراض نفسيه عضويه. يعني ايه؟ هو مش مرض ولا حاجه، لكنه من القلق مثلا بطني وجعاني. بطني وجعاني، من القلق مثلا عايز يدخل الحمام كل شويه، من القلق مثلا ما مش عارف ينام، يعني واخد بال حضرتك؟ فاحنا كده بتحصل على فكره كتير. فاحنا كده يعني بنلف في دايره لازم نكسرها، بان احنا نكنترول نفسنا كاباء الاول في الضغط على الاولاد، فما يحصلش ان الاطفال تتعرض لستريس اوفر، فبالتالي نبتدي نعيا ويجي لنا حاجات كتيره ما مش هنعرف نوقفها. طيب حضرتك قلت معلومه دلوقتي انا اتخيل انه كتير من الاهالي مش عارفينها قوي، ولكن هي معلومه مطمئنه ليا انا شخصيا، حتى لانه كتير من الولاد الصغيره بترفض تماما تناول الخضروات. انواع الخضار مش عارفه معاهم، عندهم مشكله مع الخضار، مش عارفه ليه، مع ان احنا ما كناش كده يا دكتور. يعني كنا بناكل كل الخضار اللي بيتقدم لنا، ممكن حد يصادف انه نوع واحد مثلا مش متقبله نفسيا، ولكن احنا كنا بناكل خضار كتير. طيب ولاد كتير قوي بيقولوا لا مش عايزين ناكل خضار، بس بيحبوا جدا الانواع المختلفه من الفاكهه. هل ما نضغطش عليهم؟ يعني انا بنتي شخصيا كده تحب جدا الفاكهه لكن ما تحبش الخضار المطبوخ. بص حضرتك، انا دايما بقول للمرضى عندي لازم اوعى اي نوع من انواع الاكل يرتبط بانك تخوف الطفل او انك تضغط عليه. الطفل لو ابتدينا نخوفه بشكل او باشكال، يعني انا بشوف كتير من الامهات خاصه في مرحله الفطام 6 7 8 9 10 اشهر بيضغطوا على الاطفال وبيخوفوهم، وممكن يكشوا في وشهم او يقولوا لهم يعني عشان ياكلوا. اذا الطفل كان مره، المره اللي بعدها مش هياكل وهيخاف وهيرتبط الاكل في ذهنه بشيء مخيف. والاكل نفسه ذات نفس الاكل محتاج نفسيه حلوه، الطفل لازم تكون نفسيته حلوه عشان يقبل على الاكل. فاذا خوفنا الطفل وضغطنا عليه هنا بيحصل رد الفعل العكسي. لوحده الطفل بيفقد الرغبه في الاكل، وبيبقى فقدان حقيقي، هو لا يتصنع. هو مش الفكره دي، الاكل ده انا مش عايزه. ليه؟ ليه؟ هو الاكل ده بيخلي ماما تكشر فيه. أيوة. فانا لا، انا مش مرتبط عنده بالعقاب مثلا. بس حضرتك طمنتنا لان قلت الفواكه كمان فيها مضادات اكسده عاليه جدا. طبعًا. فبالتالي طبعًا. احنا ممكن نطمن شويه ان هم لو بيحبوا الفاكهه نديهم الفاكهه. طبعا. وشويه شويه بالراحه يحبوا الخضار. طبعا. وسبحان الله سبحانه وتعالى خالق الفاكهه بتاع كل موسم مناسبه لامراض الموسم بتاعها. يعني احنا مثلا هتلاقي ايه الفاكهه السائده في الشتاء؟ طب هنعرف الفاكهه السائده في الشتاء. معلش يا دكتور انا اسفه بقاطع حضرتك، بس ايه بقى رجعت لنا مره ثانيه. ناخد سؤالها ونقول الو. يا ايه اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. اتفضلي. يعني بقول لحضرتك يا دكتور، على طول ابني عنده 1.5 سنة وكفوف ايده وكفوف رجله سخنه. كفوف ايديه ورجليه بتبقى دافيه سخنه؟ والجسم بيبقى طبيعي عادي. ده بيبقى من ايه؟ تمام. حضرتك محتاج تسالها اسئله؟ لا. طيب انا بشكرك يا ايه دكتور. بص حضرتك مدام آية سؤالها ممتاز. ان احيانا الامهات بيحسوا ان الاطفال كفوف ايديهم او رجليهم سخنه شويه. اللي عايز اقول ان بعض الاطفال في فتره النمو اللي هو سنه ونص دي بيبقوا محتاجين كالسيوم زياده، لان هو بيستخدم كل الكالسيوم اللي داخل في جسمه، بيرسبه في العظام وبيرسبه في التسنين عشان بينمو وبيكبر.
احيانا دي بتبقى محتاجين ندي سبلمنتس من الفيتامينز والمينرالز زي الايه، زي الكالسيوم. واحيانا اخرى بيبقى سخونيه الايد والرجل دي مصاحبه بتعرق، يعني كمان طفل تلاقيه بيعرق كتير ايده ورجله والاب والام مش عارفين ليه، وهذا الكلام بيتحسن جدا لما بنبتدي ندي لهم المالتي فيتامينز واللي بيبقى فيها حاجات ليها علاقه بالكالسيوم وفيتامين دي. فده امر مشهور وبيحصل كتير في الاطفال، وبعض الناس دي طبيعتها، يعني بعض الناس كده يعني تبقى فاميليال، الفاميلي كلها تلاقيها ايدها بتعرق كتير، تلاقي رجليها بتعرق كتير وهكذا. طيب دكتور، انا قطعت حضرتك لا فيما يخص الفواكه الخاصه بالموسم نفسه. نعم. حضرتك كنت بتقول ان الفاكهه الخاصه بالشتاء، بفصل الشتاء، زي البرتقال، زي اليوستفندي، زي الحاجات الموالح اللي هي مليانه فيتامين سي. وفيتامين سي من الحاجات الرهيبه في موضوع منع العدوى وتحسين المناعه ومضادات الفيروسات. فيتامين سي من الحاجات المهمه جدا. فتحسي ان الفاكهه السائده في كل موسم لها علاقه بالامراض اللي موجوده. عشان كده احنا لما ما بنبقاش واثقين ان الطفل ده بياخد فاكهه بشكل جيد او بياخد حاجات فيها فيتامين سي بشكل جيد، في فيتامين سي سبلمنتس، وهنا يدخل لنا او يفتح لنا باب كبير قوي اسمه باب المكملات الغذائيه، اللي هو اللي ماليه الدنيا دلوقتي، اللي بقت تخصصات. في منها مكملات غذائيه ليها علاقه بالذكاء والتركيز، ومنها مكملات غذائيه ليها علاقه بالمناعه، ومنها مكملات غذائيه اللي ليها علاقه بالعظام والتسنين. ويعني بقت تخصصات، ما بقاش كمان مش ادي الولد فيتامين، لا ده انت عايز الفيتامين ليه. صحيح. فمنها بقى الحاجات اللي بتحتوي على فيتامين سي، ودي بنحب نكتر منها في الشتاء تحسبا ليكون الطفل ما بياخدش بشكل كافي، فاحنا عشان ادوار البرد بنديله حاجه تعوضه او عن الفيتامين سي اللي هو ما خدوش، لو هو ما بياخدوش يعني بشكل طبيعي من الفاكهه والخضار. نعم. طيب نرجع مرة تانية يا دكتور للأمراض الفيروسية، والجديري المائي من الحاجات اللي بتخوف جدا الأهالي. نعم. خاصة في موسم المدرسة. بس هنجاوب على السؤال ده بعد الفاصل. طيب. اسمحوا لنا ناخد فاصل سريع ونرجع على طول نكمل مع حضراتكم الحلقة، خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين حلقتنا الخاصة بأمراض الأطفال المعدية، ولسه مشرفنا في الاستوديو أستاذ دكتور محمود زهران، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب جامعة الأزهر. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم على الجديري المائي، وقلنا إن هو من الحاجات اللي بتلخبط شوية، أولا بتقلق الأهالي كلها. تاني حاجة إنه مع بداية الإصابة الأمهات أو الأهالي ما بيبقوش عارفين هو ده جديري، هي دي حباية طلعت للولد، هو ده إيه، وممكن يتأخر التشخيص شوية. أولا إيه أعراض الجديري المائي؟ الجديري المائي ده عدوى فيروسية بيحصل نتيجة اختلاط مع طفل عنده هذا الجديري. في العادة عن طريق مدارس، عن طريق طفل معدي بالجديري فبيعدي الأطفال الآخرين عن طريق الرذاذ أو عن طريق اللمس، كل ده ممكن يحدث. كل العدوات الفيروسية بتبتدي في الأول بحاجات زي أدوار اسمها أدوار حاجات عامة، شوية حرارة، شوية رشح خفيف، وبعد كده يطلع الطفح المميز جدا للجديري المائي. الطفح المميز للجديري المائي ده عبارة عن حبوب اسمه جديري مائي، حبوب فيها مية. فبتطلع الحبوب دي في أطوار مختلفة، يعني حباية صغيرة وبعد كده تكبر وبعد كده تطلع وراها حباية صغيرة، وبتاخد توزيعة معينة في الجسم. الدكتور لما بيشوفها بيحلف ده جديري، بيعرفها على طول. هذه التوزيعة ما يعرفش غير الدكاترة. لكن احنا فعلا بنتوه فيها. انا يعني هنفرق لكم تفرقه بسيطه كده سريعه ما بين الجديري المائي مثلا وقرص الناموس. يعني بيجي الناموس مثلا يقرص الايدين، او دايما القرصات بتيجي في الاماكن الاكسبوزد اللي هي العريانه، تيجي الناموسه تقرص هنا تقرص في الوش، لكن نادرا ما هتلاقي حبايه في بطن الطفل او ظهره. بينما الجديري لا، ده اساسي، لازم نلاقي الحبوب منتشره في كل الجسم including او تشمل البطن والظهر. البطن والظهر. الحبوب دي بتحك الطفل صحيح كتير، بتبقى مؤلمة جدا وبيبقى عايز يهرش فيها، مصحوبة بحرارة وبتحك الطفل جامد ومشوهة، يعني شكلها وحش.
تطلع في كل حته، تطلع في الوجه، تطلع في الفم وداخل الفم، تطلع في العين، تطلع في فروه الراس، تطلع في البطن والظهر، في كل حته، تطلع في كل حته. من حسن حظنا كان زمان لحد مثلا من قيمه 10 15 سنه مفيش انتي فيروس، بخلاف التطعيم. يعني هنتكلم عن ان في تطعيم ضد الجدري موجود دلوقتي، لكن دلوقتي بقى في كمان دواء بيعالج الفيروس، بيقتل. مش احنا بنقول انتي بايوتيك بيقتل البكتيريا، ده اسمه انتي فيروس. في دواء بيقتل هذا الفيروس. اول وكل ما كان الاب والام اسرع في التوجه للطبيب اذا الطفل اصيب بجديري، كل ما كنا اسرع في اعطاء الدواء، فبالتالي الاعراض ما تكملش. والشكل اللي احنا متخيلينه بتاع الجديري اللي هو الطفل اللي مليان حبوب من وشه لرجله ده ما بيكملش خالص. عشان كده كنت بسأل السؤال ده، مهم جدا اجابته، لانه احنا بنتلخبط كاهالي في اول الدور، هو ده جديري مائي ولا دي قرصة ناموسة او حباية نتيجة اي حاجة، وده اللي بيخلينا نأخر التشخيص، فبالتالي الولد ياخد الدور عنيف جدا. انا والله بيعجبني بعض الامهات عندي في العياده، اصل هو ايه، مثلا طفل ابتدى يطلع له حبوب بعد تعرضه، هو الطفل راجع من المدرسه بيقول لها يا ماما ده انا عندي حد جاله عنده جديري في الفصل مثلا، او عندي حد جديري عندي في الباص، وغاب ومامته اعتذرت عشان طفل عنده جديري. بمجرد ما الام تشوف ان هذا الطفل كان محتك بطفل عنده جديري وابتدى يطلع له حبوب، لازم تروح للدكتور. مدام وفاء. السلام عليكم. عليكم السلام. بعتذر لك عشان يعني قعدناكي شويه. ازيك يا دكتوره؟ اتفضلي طبعا. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور، انا معايا ابن 1 سنة و7 شهور. الو. ايوه، سنه و3 شهور. و7 شهور. و7 شهور. 1 سنة و7 شهور. المهم انا بديله، عنده انيميا يا دكتور، عامله له تحليل الدم من حوالي 6 شهور، الانيميا بتاعته 9.6 من 10 او 10، يعني ما بتزيدش عن 10. المهم انا الدكتور كاتب له، في دكتور كاتب له عباره عن مكمل غذائي مش حديد بس، وفي دكتور تاني كاتب له اللي هو الحديد بس لمده 3 شهور. فالافضل يعني راي حضرتك ان انا اديله الحديد بس اللي هو عنصر الحديد 50، ولا اللي هو المكمل الغذائي اللي هو عباره عن فيتامينات، فيتامين بي وفيتامين بي 12 والكلام ده كله. هو 1 سنة و7 شهور يا دكتور. وعندي بنتي برضو 3 شهور و10 ايام، محيط الراس عندها يا دكتور وهي بنت 40 يوم كان 36، فالدكتور بيقول المفروض كان يبقى 39 او 37 ونص في معدل 40 يوم او 39 يوم. وقت ما كشفت لها كان 36 محيط الراس. هي طبيعيه الحمد لله، بتضحك ويعني بتبتسم وكده وبتحرك يعني عينيها اتجاه ما انا بمشي وكده، بس هو كاتب لي على العلاج ان انا امشي مثلا، قال لي هي مش محتاجه غير متابعه بس. فرأي حضرتك ايه بالنسبه لابني وبالنسبه لبنتي في اللي انا قلته لحضرتك؟ طيب بشكرك يا وفاء، ودكتور هيرد عليكي، تابعيني. بنشكر مدام وفاء على اتصالها وعلى اسئلتها الجميله المفيده. هبتدي بالاسهل والاسرع، اللي هي الطفله اللي محيط راسها 36 وهي عمرها 3 شهور. احنا الطفل في حاجه اسمها مدى او رينج ما بين اقل حاجه واكتر حاجه، لا احنا لازلنا طبيعيين وفي الرينج الطبيعي لمحيط الراس. الاهم على الاطلاق هو تكرار قياس محيط الراس، وانه محيط الراس يزيد بالمعدلات المتعارف عليها عند الاطباء، فبالتالي يبقى احنا بيهمنا ايه في محيط الراس، يعني ايه اهميه محيط الراس؟ انه بيدللي ان المخ بيكبر، وهو دي الفتره الوحيده، الفتره اللي بيكبر فيها الراس نتيجه ان المخ بيكبر، دي الفتره بتاعت اول سنه الى تاني سنه. لكن اول سنه 90% من حجم المخ يعني بيتكون في هذه الفتره. فاذا الدماغ قافله ومش ما بتسمحش للطفل اللي المخ انه يكبر، هي دي الخطوره. عشان كده الدكتور بيقول لها خدي بالك، انا شايف ان محيط الراس ده قليل شويه. الاهم من ذلك على الاطلاق هل بيكبر ولا لا. يعني كل شهر او كل شهرين بنقيس محيط الراس، المفروض يزيد نص سنتي، يزيد سنتي، يبقى احنا كده تمام. وعندنا زي ما قلنا في كيرفات لمحيط الراس، واحنا لازلنا في الطبيعي او احنا مش طبيعيين خلاص. وبرده لازم نطمن على في فتحه في الراس هنا بنسميها فتحه اليافوخ، اللي هي التقاء بعض العظمات، فبتبقى مفتوحه، ربنا سايبها مفتوحه عشان الراس تكبر، وبعد كده بتقفل.
فاحنا لازم تكون هذه فتحة الرأس مفتوحة. وجودها مفتوحة مع ان محيط الرأس بيكبر، ده معناها ان هذا البني ادم طبيعي. طيب هي سألت على ابنها كمان سؤال يخص اللي عنده انيميا. اذا عنده انيميا 9.6 يفضل ياخد الحديد لوحده، لان انا بعالج انيميا نقص الحديد. اذا خلاص انيميا وشخصتها انيميا نقص الحديد، يبقى لازم ناخذ الحديد لوحده، بس ناخده في شروطه. ناخد حديد ومعاه فيتامين سي، عشان فيتامين سي بيحسن امتصاص الحديد وبيحسن البيئه بتاعه دخول الحديد الجسم. ويفضل كمان ان احنا ندي الاغذيه اللي بتحتوي على الحديد، اللي هي بالبلدي كده كل حاجه بتسود. اي حاجه بتسود معناها فيها حديد كتير. تفاح، بتنجان، اي حاجه بتسود، كبده، اي حاجه. وطبعا اللحوم صحيح. يعني بنتكلم في الخضار والفاكهه، اي حاجه بتسود معناها ان فيها حديد. موز، تفاح، طبعا اي حاجه بتسود معناها ان فيها حديد. ومن الكبده واللحوم طبعا الحمراء دي بتحتوي على الحديد بشكل جيد. طيب نرجع مرة تانية يا دكتور لأعراض الجدري، احنا ذكرناها كلها. نعم. العلاج بقى يا دكتور، لأنه احنا بنخاف منه كمان، لأنه أحيانا بيسيب آثار وعلامات في الجلد. الآثار والعلامات في الجلد ما بتبقاش من تطحف جديري من نفسه، بتبقى نتيجة ان الطفل حكه جامد فعور نفسه، فساب ندبة مكان هذه مكان هذه التعوير. عشان كده هنا دور الطبيب. دلوقتي طفل انا جالي عنده جديري، هنقوم نديله اول حاجه لازم اديله انتي فيروس عشان اوقف تطور المرض واخليه يرجع بسرعه الى وضعه الطبيعي لهذا الطفل. تاني حاجه بندي حاجه ضد الحكه. ما هو هنا مشكلتي في ايه؟ ان عندي حبوب والطفل عمال يحكها، فبندي حاجتين. حاجه تتاخد عن طريق الفم، حاجه اسمها مضادات الهستامين عشان تقلل شويه الحكه على الجلد، وبندي لوشن للجسم للجلد يقلل برضو الاحساس بالحكه على الجلد. ونيجي للسؤال المشهور قوي في موضوع الجديري ده، نحمي الطفل ولا ما نحميهوش؟ ايوه صحيح. دايما نساله. ده سؤال مشهور جدا، نحمي الطفل ولا ما نحميهوش؟ المشكله في استحمام في الطفل ده معور الحبوب اللي طالعه في جسمه. فالمشكله في الاستحمام في الصابون وليس في الماء. الصابون لما يجي على الحبوب دي هيحرقه. صحيح. فاحنا بنسمح بالاستحمام بدون استخدام اي صابون او شاور جيل. لكن نستحمى ما عندناش مشكله خالص. يبقى مشكلتنا مش في الميه، مشكلتنا بس مع الصابون، عشان الطفل معور نفسه والصابون على الجروح بيعمل الم. طيب حضرتك عايز تقول حاجه ثانيه؟ ما انا بقول يبقى احنا لو عندي طفل عنده جديري، اول حاجه واعملها كطبيب ان اديله انتي فيروس، اديله مضاد للحساسيه، اديله لوشن لجسمه عشان يقلل الحكه، واعزل هذا الطفل. فتره يا دكتور العدوى بتبقى قد ايه تقريبا؟ حوالي من اسبوع لاسبوعين. اسبوع لاسبوعين لازم الطفل ده يتعزل، لا يروح مدرسه ولا يروح حضانه ولا يروح نادي. طبعا هو هيبقى اي حد ما خدش المرض بيبقى معدي ليه. صحيح. وخدي بالك حتى الكبار على او صغار. بس هو احنا كان عندنا ميزه زمان، مش ميزه انا مش قادر اسميها ميزه، لكن كان عندنا حاجه زمان ان احنا ما كانش عندنا لا تطعيم ضد الفيروس ولا علاج للفيروس. ولكن دلوقتي فكان الكل بياخد المرض. يعني تقريبا انا لا اذكر حد ما خدش الجدري اللي تحته بشويه مش واخد هذا المرض وهو صغير. صحيح. دكتور يعني الحلقة خلصت من غير ما نتكلم او نعرف ايه هي بقية الامراض المعدية وازاي نحمي ولادنا منها، فبنوعد الناس ان احنا اكيد هنكمل او هنستكمل الحلقة دي في مرات تانية جاية. انا بشكر حضرتك جدا استاذ دكتور محمود زهران، استاذ طب الاطفال وحديثي الولادة كلية طب جامعة الازهر، وبشكر حضراتكم على المتابعة وبتمنى لكم دايما دوام الصحة والعافية، واشوفكم على الف خير بكرة في حلقة جديدة.